ومهم قوي ابقى عارف اتجاه الشمال بتاعي في الموقع قبل ما ابتدي فيه انشاءات واشتغل فيه. عايزك تتخيل معايا حجم الكارثه اللي ممكن تحصل لو سهم الشمال ده اتوقع غلط. انت كمالك قررت تبدي بنفسك وجبت مقاول يظبط لك الدنيا عشان خاطر توفر طبعا. رحت الاساسات ونزلت بيها الموقع اللي متوقع عليها سهم الشمال. اللوحه نفسها بيكون متوقع عليها اكسات بتاعه الاعمده في الاتجاه الرأسي وكمان في الاتجاه الافقي. حضرتك عايز توقع اكس رقم 1 على الارض بتاعتك عشان خاطر تبدا تعمل اول قاعده ليه. تتفاجئ انك قلبت المحور بتاعك، خليت اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليمين، مع انك موقع مناسبك صح واخد النقط بتاعتك من الروبيب بالملي. بس للاسف عايز اقول لك انك قلبت المبنى بتاعك، خليت اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليمين. فتلبس بقى وترضى بالامر الواقع او تهده وتكسر وتخسر كل اللي انت عملته وتهد وتبني من الاول. لان المصمم المعماري بتاعك وهو بيخطط حته الارض بتاعتك حط لك المطابخ والحمامات في المكان المظبوط، لانها بتتحط بناء على اتجاه الشمال عشان الهواء بتاعي لما يخش المبنى يبدا ياخد الريحه ويطلع بره. تخيل بقى لما المبنى يتعكس والمطابخ دي تيجي ناحيه الشمال اصلا، والشمال يجي ناحيه الجنوب والجنوب يجي ناحيه الشمال، وغرف النوم اللي كانت واخده بحري بقت قبلي والواجهات اتعكست وكلها باظت بسبب استهتارك وطريقتك القميئه والعقيمه في مبدا التوفيق. انا محمود طار وده كان فيديو النهارده.